سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم. اجواء جميلة قبل كل شيء. اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة. جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع ان نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا اعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. نتواجد اليوم في ملعب رائع كما تشاهدون الصور، كل شيء مثالي جدا في هذه المدرجات. ليونيل ميسي، هنا تظهر براعة الحارس في الدفاع عن مرماه. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. أي دفاع هذا، أي قوة، أي صلابة، أي جدار هذا. تمريرة جميلة ليروي ساني، كانت فرصة محققة. قدرة غير عادية في المرتدات بأقل عدد من التمريرات بفترة زمنية بسيطة. بينية جميلة، ساني، ليروي ساني، عرضية من نيمار، تدخل غير عادي ويقطع الكرة. نشوف الآن تحول هجومي سريع، يرفعها عالية والفرصة خطيرة. روعة روعة روعة، الكرة في المرمى. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. من يؤمن في قدراته يستطيع أن يحقق المعجزات. هذه هي كرة القدم وهذا هو ما حدث اليوم. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية هل يضعها في المرمى والهدف يأتي. هذه هي الإثارة، هذه هي المتعة، هذه كرة القدم وروعتها. الله على البداية، بداية مجنونة وثنائية وتألق ومستوى كبير وقوة شخصية. انهار الكرة، أي دقة، أي ضربة صعبة 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 على الحارس. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. النتيجة 2-0. واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة تقريبا يمكن القول أنها في ليروي ساني احتفظ بالكرة أكثر من لازم. لا أعلم في ماذا كان يفكر، ما الذي كان يشغل باله لتضيع هذه الكرة. الكرة العرضية من ميسي، بكل ثقة يقطع الكرة، ولا الكرة تتحول للجانب الأيمن. لمسة بينية، أليساندرو كوستا كورتا يحافظ على تركيزه ويمنع الخطورة. يلعب كرة بينية، نيمار، يا إلهي، الكرة تعانق الشباك وتشعل الأجواء وتبدأ الاحتفالات في المدرجات. هذا هو سحر كرة القدم في هذه اللقطة، في هذا الهدف. يملك مهارات كبيرة بالكرة. مثل هذه الأمور تحب أن تشاهدها في عالم كرة القدم. هذه اللي حببنا في الكرة بصراحة، مثل هذا الفن. وكريستيانو رونالدو والكرة في الشباك. الله، ما أروع هذه اللقطة، ما أجمل هذا الهدف، ما أجمل هذه الفرحة، ما أجمل هذه الاحتفالات. واضح أن هناك عمل من المدرب بخصوص الضغط، البريسنج العالي على الخصم في هذه المناطق من أجل خلق فرص أخطر على المرمى. أزالوا فارق الأهداف الآن. مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى، نتيجة متعادلة والأداء فيه ندية كبيرة بين اللاعبين على أرضية الملعب، وهو ما يعكس التوقعات قبل إقامة هذا اللقاء. وحتى اللحظة لا نجزم بتفوق فريق على الآخر. ويسدد،
عرضية من ليروي ساني. دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر. مارادونا يمر ويلعب كرة بينية. يا لها من فرصة خطيرة. فان دير فارت. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. بينية لا تخترق الدفاع، ربما عليه التفكير في حلول أخرى. مباراة مثيرة من كلا الطرفين، في ندية كبيرة، في دراما كروية على أرضية الملعب، أيضا في تكافؤ في كل شيء تقريبا. ميسي يفضل إعادة الكرة إلى الخلف. انخطفت الكرة، عدى وتوغل هنا. فان دير فارت، مجهود يشكر عليه في كل الأحوال رغم ضياع الفرصة. وصلت بشكل جميل، كان من الممكن أن تكون في المرمى. هذه هي كرة القدم اللي نحب متابعتها. نريد أن نتابع إثارة، تشويق، متعة، ندية بين الفريقين. يلعب كرة على اليسار، كرة تعود إلى منتصف الملعب في وقت مناسب جدا يقطع الكرة. جوتي يحاول تمريرها من بين المدافعين، يحاول أن يلعب كرة بينية. جوتي أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. فان دير فارت كان في المكان المثالي لكن لم ينجح في التسجيل. ليروي ساني حاول أنه تصطدم الكرة في القائم. يستعيدها فينيسيوس جونيور. فان دير فارت تمكن من تسجيل هدف واحد هنا. في الوقت المناسب يتدخل أرنولد، الكرة تتجاوز الخط. كارفاخال، ميسي لديه خطيرة هنا. يلعب الكرة العرضية للقائم الثاني. يا إلهي، الحارس يخطف الأبواب بتصدي حاسم جدا في هذه اللقطة. يلعبها لمنطقة الخطر. أرنولد يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يلعب رمية التماس. دفاع صاحي كانت له الكلمة العليا، لم تمر الكرة البينية. اختراق الدفاع هنا يتطلب مجهود أكبر، ذكاء أكبر أيضا. كرة ترسل للخلف، فرصة كبيرة لكنها ضاعت بسبب هذه الأخطاء في التمرير. كريستيانو رونالدو يتلقى الكرة، ضغط قوي وينجح في استعادتها. كريستيانو رونالدو كان قريب من اختراق الخط الدفاعي، بالتأكيد راح يكتسب ثقة الآن لمحاولة مرة أخرى. ثقة كبيرة لتحدي خط الدفاع بهذه الطريقة الجريئة. ربما كان أنانيا بعض الشيء لكن يلعب كرة مفاجئة. يا له من تصدي من حارس المرمى، يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس. بايرن ميونخ ممكن يستغل هذه الفرصة. هذه هي كرة القدم. مارادونا والبينية تبحث عن المنطلق. فان دير فارت، الله يا ولد يا ولد يا ولد، لقطة غير عادية. تلك هي فائدة تدريبات على دقة التسديد. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا.
بايرن ميونخ متقدم بفارق هدف الآن. فان دير فارت يلعبها في المساحة. يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. Today, please have your entry tickets at hand as it's time to announce today's winning lottery numbers. Substitution on the field. Number 11, Neymar. Number 18, مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء. Number 9, النرويج لا يجب أن يفقد أعصابه لأنه لم يخسر رهانة بعد. ما زال أمامه 45 دقيقة قادر فيها على التعويض، على العودة. لعبة رائعة الآن، يا لها من مراوغة. النرويج بتشكيلة مختلفة في الشوط الثاني عن الشوط الأول. أرنولد، موسيالا ممتاز في التمرير. ميسي، مارادونا، تدخل جميل واعتراض أجمل. كرة إلى الأمام. دافيدز يلعب كرة طويلة، يبعد الكرة عن مناطق الخطورة، وجد طريقة للمرور. يقظة في الدفاع. يتغير الاتجاه نحو اليسار. النرويج وإمكانية الهجمة المرتدة. دافيدز مع التأخر في النتيجة يكون السؤال هل يتمكنون من العودة؟ البينية حلوة الآن، فرصة كبيرة الآن. إمكانية مرتدة الآن، مع الضغط ينجح في استعادة الكرة. بايرن ميونخ أفلت من المرتدة، بينية رائعة. جوتي الآن فرصة للهجوم المرتد، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع، والدفاع يبعدها. فان دير فارت عنده مساحة خالية على الطرف. النرويج أكيد يبحث عن أفضل توقيت ممكن. تسديدة، صدت، وفرصة أخرى. تصدي غير عادي من حارس المرمى، لقطة غير عادية وتصدي رائع جدا من الحارس. Substitutions taking place. الركنية الثانية في المباراة. يبحث عن المهاجم، عليهم الاستمرار في المحاولة والهجوم. واضح النهج الجديد في الهجوم. الآن تقدم جيد، التدخل رائع هنا. بينية يقطعها دفاع، لم يكن هنالك الكثير من الخطورة هنا بعد أن قطعها دفاع في الوقت المناسب. جوتي، الكرة ملعوبة من مسافة.
خسر المواجهة أمام خصمه. فينيسيوس جونيور في المكان الصحيح، توقع ممتاز هنا. جوتي، فينيسيوس جونيور تمكن من المرور. كيليان امبابي، والآن لديه مساحة كبيرة، تدخل ممتاز لاعتراض هذه الكرة. قراءة ممتازة للكرة، رائع جدا في توقع مسار الكرة. امبابي، انطلاقة كانت جريئة لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع، كسب الرهان على حساب الهجوم. ميسي يحولها للجهة اليسرى. امبابي، تمريرة جميلة الآن. فان دير فارت يرسلها داخل 18. امبابي، يا لها من كرة لكنها في الأخير ضاعت بعد مجهود رائع جدا. دافيدز، هل تمر الكرة؟ أوباميكانو يتدخل ويقطع الكرة بالرأس الآن. الكرة تضرب في القائم وترتد. فرصة لتحول هجومي سريع. لمسة على اليسار. فرانكي بيري، ليونيل ميسي، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. لا يفقدون الأمل في الدقائق الأخيرة، ما زال يحاول فريق الإفلات من الخسارة وتحقيق التعادل. سون هيونغ مين، هذه فرصة. ريبيري، فان دير فارت، كيليان امبابي، فينيسيوس جونيور، كيليان امبابي يحاول أن يلعب كرة بينية، يا لها من موهبة. أرنولد، فان دايك، جوتي، الله، جوتي، أي فرصة ضاعت هنا. الآن محاولة لرد الخطورة. الخطورة الآن في الجانب الآخر. مارادونا يفقد الكرة تحت الضغط. فان دير فارت، والآن فرصة للتحول الهجوم. فان دير فارت، موسيالا، ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. موسيالا أعتقد أنه يدرك الآن أنه لم يتخذ القرار الصحيح في هذه التسديدة، وأنه عليه أن يفكر أكثر قبل التسديد بهذا الشكل. يلعبها لمنطقة الخطر. فرصة خطيرة هنا، كرة نحو الأمام لكنها لا تصل بالشكل المطلوب. هل نرى تعادل مثير في اللحظات الأخيرة من المباراة؟ أعتقد هنا يجب على المدرب أن يدفع بكل أوراقه في اللحظات الأخيرة. إلى أين هذه التمريرة؟ هيونغ مين سون، بعيدة جدا عن المرمى. لمسة بينية، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. يحتاج إلى تركيز أكبر في المرة المقبلة. موسيالا، كرة تعود للخلف، راحت بعيدة هذه المرة. النرويج عليه استغلال هذه الفرصة لإدراك التعادل، لأن المباراة دخلت في الوقت الحساس، الدقائق الأخيرة. بينية جميلة،
الكرة العرضية نشوف الرأسية. الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى، كانت محاولة جيدة على المرمى. يعود بالكرة للوراء والتسديدة. الله على لعبة جميلة، على كرة مثيرة، على هدف يحرك الجماهير. النرويج 90 دقيقة من الركض لم تكن حاسمة. هيا بنا إلى أوقات إضافية. الكل كان منتظر صافر النهاية وإعلان نتيجة تعادل. ربما الفريقان لم يرغبا في الانتصار في هذه المواجهة. تعادل مقنع للفريقين. أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والنتيجة هي التعادل. بالتالي سنذهب وإياكم إلى الأوقات الإضافية. Substitution on the field. Number 7, Cristiano Ronaldo. Number 8. لا تزال النتيجة هي التعادل بعد 90 دقيقة من اللعب. والآن يبدأ الشوط الإضافي الأول. سجلوا هدف التعادل الرائع في وقت. نشوف الفرصة. أي فرصة ضاعت هنا. كانت فرصة متاحة لأخذ زمام المبادرة في المباراة والتقدم في النتيجة. لا سيكون عليهم إعادة المحاولة من جديد على أمل استغلال أفضل الفرص. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. يا ولد على هذه المهارة العالية. ليونيل ميسي، هذه فرصة جول. لعبة جميلة في هذه المنطقة بالذات. ميسي تمركز واستلام كرة كان رائع جدا، لكن أين إنهاء الفرصة؟ عليك أن تكون حاسما أمام المرمى. ضاعت فرصة كان يمكن استغلالها. خيمينيز وتشتيت ناجح الكرة. فينيسيوس جونيور. جابرييل ماغالايس. تمريرة جميلة. جوتي مرت ووصلت هنا. البينية لم تمر. محاولة قتلت مبكرا في مهدها قبل أن تشكل أي خطر. فينيسيوس جونيور. فلاوفيتش عمل كل شيء، تحرك بشكل رائع، استقبل الكرة، لكنه في الأخير فشل في التسجيل. تغيير الملعب ناحية اليمين. فينيسيوس جونيور. فينيسيوس جونيور. أليساندرو كوستا كورتا يقطع الكرة هنا. محاولة لا تتعدى هذه الكلمة. حاول اختراق الدفاع بكرة بينية وفشل. لم نصل حتى إلى الفرصة. عرف كيف. فرصة الآن. يا يا سلام، يا لها من نهاية، يا له من هدف قاتل، يا لها من لمسة رائعة، يا لها من كرة جميلة. هدف للتاريخ. الأمور تبدو سهلة في الملعب، لكنها تتطلب أيضا مجهود كبير من اللاعبين ولياقة بدنية عالية من أجل تطبيق هذا الفكر واستغلال الأخطاء والهجوم المرتد في تسجيل أهداف. البديل يضع بصمته. الكرة في الشباك الآن. الله، شوف سرعة التأثير على نتيجة المباراة بعد أن دخل كبديل. تعطيهم ثقة أكبر في الدقائق القادمة. ولديهم تقدم بهدف وحيد. يلعبها في المساحة. الآن فرصتهم للمرتدة. تصويبة على المرمى. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. أرنولد يطلق الحكم الصافرة. وصلنا إذن إلى نهاية الشوط الإضافي الأول.
by the entrance gate. ربع ساعة أخير، ماذا ستحمل معها ربع ساعة الأخيرة؟ كل شيء يظل وارد في هذه الملحمة الكروية المثيرة. ركلة البداية في الشوط الإضافي الثاني، يا لها من مباراة بذل فيها الكثير من المجهودات، والجميع ينتظر كيف ستكون نهايتها. اسمح لي القول أنه ربما من سيسجل الآن هو الفريق الذي سيفوز في مباراة اليوم. شوف اللياقة، أي فرصة ضاعت هنا. يستعيد الكرة بشكل سريع. مبابي، تمركز أهم صفة للمدافع، عنده خاصية قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات. جوتي يصوب كرة، أي فرصة ضاعت هنا.